بعد كده يجي دور خامس سؤال معانا، وهو ليه لازم اخد منحة دراسية؟ بص، انا شايف ان الناس اللي بتقدر تاخد منح دراسية دول اكتر ناس محظوظة في العالم كله. وعلشان البعض ما يفهمنيش غلط، انا قصدي بكلمة محظوظة يعني يا بخته انه قدر يتقبل في المنحة، علشان ببساطة زي ما قلت لك هيقدر يدرس في المجال اللي هو عايزه ايا كان ايه، وكمان بيدرس في البلد اللي هو عايزها ايا كانت فين. ومش بس كده، لا بل وكمان مجانا، ما بيدفعش اي حاجة. اعتقد ده سبب مقنع يخليك تحاول تاخد منح دراسية في اسرع وقت. وبس كده. وطبعا هسيب لحضراتكم كل اللينكات في الوصف واول تعليق، واي حد من حضراتكم واقف معاه اي سؤال يكتبهولي في التعليقات، وشوفوا حضراتكم عايزين الفيديو الجاي عن ايه واكتبهولي في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وسلام.